السلام عليكم. ازيكم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنعمل معاكم اكله خفيفه وبسيطه وسهله، تعملها في 10 دقايق. قبل ما نبدا الفيديو، انا صباح ودي قناتي، واللي مش اشتركش معانا يشترك، اشتراكه هينورنا ويكترنا. واعملوا لايك وشير مع اصحابكم وحبايبكم. حطينا نص كيلو بطاطس، قشرناها وقطعناها مكعبات. انا مرضتش اقشرها معاكم علشان كلنا بنعرف نقشر البطاطس. وزودناها ميه سخنه وحطيناها على البوتاجاز. وهنعمل معاكم الحشو، بقيه الحشو حاجات كده معانا. هنشوف هنعمل ايه. حطينا الطاسه على العين، عليها معلقه سمنه وعليها معلقه زيت، ويسخنوا معانا. ودي بصلايتين وسط متخرطين تقطيع عاديه صغيره. ندبلهم معاكم. متنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، ربنا يفك كربهم ويقويهم ويصبرهم ويثبتهم ويرحم شهدائهم ويجعلهم في الجنة إن شاء الله، ويصبر أهاليهم ويربط على قلوبهم إن شاء الله يا رب. اللهم زلزل الأرض من تحت رجل عدوهم. ربنا يمدهم بنصرة من عنده ومدد من عنده إن شاء الله. كده حطينا البصلة معانا. أنا حطاها على العين الكبيرة بس مش معلية، يعني مخليها برضو النار وسط علشان ما تتحرقش منك. وهي كده الطاسة مش على بره، هي في البوتاجاز من جوه برضو في النص كده. واللي وصل معانا لحد دلوقتي وقاعد معانا ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، واعملوا شير مع اصحابكم، وفعلوا سر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد ان شاء الله. بنقلب معاكم البصلة. دي التوابل معانا: ملح وبابريكا وشطة، معلقة بابريكا وشطة، معلقة الاتنين نص ونص، والملح معلقة، والفلفل الأسمر نص معلقة. والعين البطاطس على الناحية التانية هي قدامنا برضه. على ما تستوي البصلة هتكون البطاطس استوت. ودي معلقة، ده فلفل رومي أحمر، فلفل بارد يعني مش حامي. وده رومي أخضر، معلقة ومعلقة. لو عايزة تزودي حمي زودي. وده ربع كوباية مية عشان بس الحاجات تستوي معانا شوية.
اها بس استوت ازاي، دبلت معانا واستوت. لما استوت كشوا. وكده اهي نفس البهارات للبطاطس، شطة بابريكا ملح فلفل، نص نص برضه، نص معلقة نص معلقة. وهرسها بالهراسة البطاطس دي. بصراحة جميلة ومسعفة، أسرع من الشوكة. بس ما انصحكيش تحطيها تضربها بالهاند بلندر أو تحطيها في الكبة، عشان الكبة بتعمل لها عرق. احنا مش محتاجينها ناعمة أوي يعني، احنا محتاجينها مفرومة بس. دي الخلطة اللي احنا عملناها: بصل وفلفل أحمر وفلفل أخضر وبهارات. ما حطيناش حاجة كتير، وتوابلها عادية: بابريكا، شطة، فلفل اسمر بس. عايزة الشطة الحامية ما تحطهاش، مش عايزة البابريكا ما تحطهاش، بس ما تستغنيش عن الملح والفلفل. ده كاتشب، وده عيش تورتيلا. كاتشب حامي حارق، كاتشب حلو عادي يعني، ما اللي يعجبك اللي يريحك اعمليه، او الاولاد تاكله يعني. دول شوية جبنة شيدر على موتزاريلا. وهنحط من الخلطة بقى اللي احنا عملناها، اللي هي ايه: بطاطس مهروسة وبصل وفلفل متشوحين على النار بمعلقة سمنة ومعلقتين زيت. وبنتني السندوتش كده. هنعمل معاكم كم من واحد برضه بنفس الطريقة: كاتشب، بدل يعني قولي بدل البيتزا، بدل صلصة البيتزا يعني. والمرة دي ده من غير جبنة. اهو ده من غير جبنة، يعني لو مفيش جبنة مش مشكلة. والاتنين طلعوا حلوين والله. واحد تلاتة. برضه نفس الموال، برضه من غير جبنة. كده الطاسة حطيناها على البوتاجاز، على العين الكبيرة، بس أنا موطية عليها النار، خليها واطية، وفيها معلقتين زيت.
نحمص على الناحية دي بنقلبه بقى بكل سهولة، مفيهوش أي صعوبة، بقى لونه دهب اهو. استووا من الناحية اللي تحت تاني بقى، طلعوا معاكم. وهنا برضه انا بشيل الحاجات اللي وقعت من السندوتش عشان بس ما تتحرقش. نعمل معاكم من سندوتش. والله العظيم كان طعمه حلو قوي، يعني هما خلصوا على طول. بس متنسوش اللايك والاشتراك، خدوا لكم جولة في القناة كده هتلاقوا حاجات حلوة تعجبكم. ما تنسوش تدعوا لاخوتنا في فلسطين، ادعي لهم بالنجاة والصبر والعزيمة والقوة من عنده. ربنا يصبرهم ويقويهم يا رب، وينجيهم من اللي هم فيه ان شاء الله. يستوى من الجنب التاني بقى. ده الرغيف الأخير عشان هما كانوا 5. خلصناهم معاكم. قدمنا معاها جرجير، وقدمنا معاها قوطة مقطع خيار، وخيار مخلل، وخيار أخضر. اللي يعجبك قدمي معاها قدميه. والأكلة خفيفة ولطيفة، وتنفع للأولاد سندوتشات، تنفع تحطها في اللانش بوكس في المدارس، فطار الصبح قبل ما يمشوا، زي ما انت عايز. عملنا 5 سندوتشات في 10 دقايق، معاها جرجير أخضر، ومعاها خيار، ومعاها